السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ في امان الله. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الروتين من الصباح. كيف ما كتشوفوا انا يلاه دابا فقت ودخلت للكوزينه. بطبيعه الحال ما وجدنا لا فطور لا حتى شي حاجه، حيت مازالين صايمين ومازال رمضان طويل. الله يخرجوا على خير وبخير، ويكون ان شاء الله خرج بالاستفاده لينا وبالمزيد من الطاعات والتقرب من الله سبحانه وتعالى. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الروتين اللي غادي يكون مليء بالحويجات اللي زوينين بزاف. صراحه انا تيعجبوني بزاف فاش كندير هاد جوج ديال الحوايج، كيكون النهار ديالي زوين بزاف ودرت فيه الحويجات اللي انا كنبغيهم. نتمنى حتى نتوما يعجبوكم وتشاركوا معايا الرأي ديالكم في الكومنتير، وما تنسونيش كذلك من واحد اللايك، ما تبخلوش عليا بها كيف ما حتى انا ما كنبخلش عليكم باي حاجه درتها في نهاري وشفت على انها تقدر تفيدكم، كنحاول نبارطاجيها معكم. وبالنسبه للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه، كنتمنى من كل قلبي انهم يشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش هكذا يتوصلوا بجديد ديال البساطه مع شيماء. نتمنى كذلك اني نكون خفيفه على قلوبكم ونكون كنفيدكم كيف ما كنستافد منكم. ندوزو على بركه الله الوصفات اللي غادي نقدمو اليوم ان شاء الله. بغيت ندير واحد الكيكه اللي بالليمون او لا التشين على حسب كل واحد وكيفاش كيسميه. هاد الكيكه هذه الصراحه كتعجبني بزاف بزاف وعندي مفضله. الا كان التشين كيعجبني نديرها. كتجيني في المذاق ديالها خفيفه وكتجيني احسن وافضل. المهم ما عرفتش واش كل شيء ولا غير انا اللي كنشوف هاد الفرق ما بين الكيكه بالليمون والكيكه بشي حليب او لا بشي حاجه اخرى كتجيني مغايره تماما. المهم غادي نعصر هنايا الليمون او لا التشين حيت على حسب كل واحد كيفاش كيسميه. غادي نعصر هنا واحد 4 ديال الليمونات ولا 5، المهم على حسب نتوما القياس ديالكم. تقريبا غادي نديرو الا كان المول ديالكم هو داك المتوسط فغادي نديرو هنايا كاس ونص ديال الليمون معصر. وكذلك غادي نزيدو عليه مكونات اخرى اللي غادي نزيدها من بعد ما نعصر هذا الشيء. وبعد ما عصرت هذاك الليمون كامل، انا هنايا خويته في هذا الاناء اللي غادي نخلط فيه، ومن بعد زدت ليه واحد جوج ديال البيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني نحاولوا نجبدوهم من الثلاجه قبل واحد المده باش هكذا كتكون الكيكه ديالنا ناجحه وكتجينا زوينه. هاد لي زاسوس هادو كيكونوا بساطين ولكن الصراحه في نفس الوقت كيكونوا فعالين وكيعطيو نتيجه. بالنسبه للناس يعني اللي كيجربوا بحال هادشي غادي يكونوا لاحظوا الفرق. كذلك غادي نديرو هنايا السكر على حسب الذوق. بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش يعني يديروا عينهم ميزانهم، فغادي يديروا كاس ديال العنبه ديال السكر وغادي يديروا كاس ديال العنبه ديال الزيت. يعني بالنسبه لهاد الكيكه كتجي بسيطه بزاف، فيها كاس ونص ديال عصير ديال الليمون وكذلك كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر وجوج بيضات. وما نساوش كذلك واحد القبصه صغيره ديال الملحه باش هكذا كنوازنوا الذوق ديالها. وغادي نديروا واحد جوج ديال الخمارات حمرين. ويعني الا ما بغيتوش ديروا الفاني تقدروا تنسموا بهذا بالقشور ديال الحامض. هذا القشور ديال واحد لي جو كنت درتو وحكيت هكذا القشره ديالو واحتفظت بها عفوا في المجمد. وصافي كنخلط هذيك المكونات كاملين. صراحه هذيك القشور ديال الحامض كينفعني بزاف في جميع انواع ديال الحلويات. التنسيم كيجي رائع جدا. غادي نخلط هنايا غير بيدي. بالنسبه للناس يعني اللي ما عندهمش الفوي او لا الطراب الكهربائي فهم يقدروا يستعانوا غير بيديهم وكتجي رائعه جدا. درت ليها القياس اللي خاصني ديال الطحين ودرت ليها جوج ديال الخمارات كيف ما قلت لكم. صافي ودهنت المول ودرتها فيه ودخلتها للفران بطبيعه الحال طيب على الفران اللي يكون سخون شيئا ما، وكيبقى على حسب كل واحد والفران ديالو. يعني الافران كتختلف على بعضياتها في الطياب.
هنايا غادي ندوز مباشره، غادي نوجد واحد الاكله الصراحه اللي كتعجبني انا بزاف شخصيا، عندي عزيزه بزاف، واليوم ان شاء الله غادي نوجدها. غير هو غادي نوجدها بكري شي شويه، حيت في العشيه عندي بزاف ما يدار. داكشي علاش اختاريت اني نوجد الفطور ديالي بكري شي شويه، باش ما نبقاش في العشيه ما يعني مدروكه مع الوقت، وما غاديش نلقى الوقت اللي غادي نوجد فيه على خاطري. هنايا خديت هاد الاله هادي وقطعت فيها واحد نص حامضه مصيره، وغادي نزيد عليها شويه ديال الثومه، يعني على حسب القياس اللي نتوما باغيين. تقدروا تستغناو عليها من طبيعه الحال، ماشي شي حاجه اللي هي ضروريه. كاين الناس اللي ما كيبغيوهاش بحال هكذا في رمضان، ولكن الا درناها قليله ما غاديش تضر نهائيا. كذلك غادي نضيف هنايا القزبور اللي عندي في المجمد. ان شاء الله غادي نبدا نشاركو معكم الطريقه كيفاش كنحتفظ به، بسيطه بزاف. غير كنقطعو كنغسلو بعدا وكنقيه وكنخليه ينشف مزيان، ومن بعد كنقطعو وكنديروه هكذا في بواطات اولا في بلاستيكات وكنحتفظ به في المجمد، فهو كيبقى لمده طويله وكيهنيني من اني يعني كل مره خاصني نخرج نشريه، لانه هو كيضيع دغيا دغيا، يعني ما كياخدش معنا وقت. الا خليناه في الثلاجه فهو دغيا كيكحال وكيدبل، ما كيبقاش زوين. صافي، ودرت كذلك هنايا واحد المعلقه ديال مطيشه الحك يا ولا مركز طماطم، غير معلقه وحده تكون كبيره. صافي، وبديت كندير العطريه. بالنسبه للعطريه هنايا غادي نحتاج السكينجبير، وغادي نحتاج الخرقوم والبزار والمليحه وشويه ديال الزيت اللي غادي نخلطوا فيها هاد الشرموله. كندير كل شيء في دقه واحده وكنخلطهم، ومن بعد عاد كندوز نشرمل بها الدجاج والخضيره ديالي والفيرميسيل. بالنسبه لهاد التشرميله هذه كنقدروا نديروها ونشرملوا بها الدجاج ونخليوه يبات حتى لا غد ليه، وعاد نطيبوه فهي كتجي رائعه. انا كذلك نسيت ما قلتش لكم، ضفت ليها واحد نص كاس ديال الماء. هاد التشرميله هذه تقدروا تطيبوها وتزيدوا ليها واحد الحبه ديال الكنور وتقدروا تستغناو عليها. الطريقه ديال الطياب ديالها كنت خديتها من عند واحد طباخه اللي تبارك الله عليها كدير ديك الشيء رائع. كانت قالت لي يعني الا بغيتي ان الشرموله تجيك زوينه حاولي تطيبيها واحد شويه باش هكذا كتلقى ديك المكونات في بعضياتها وكتعطي واحد البنه اخرى. وجربتها وفعلا كتجي رائعه. جربوها وردوا عليا الخبر في الكومنتيرات. انا هنايا ما طيبتهاش نظرا لضيق الوقت، فخديتها مباشره وقطعت الخضيره ديالي. درت هنايا خيزو والبطاطا، حيت هما بصراحه الخضر اللي ياكلوهم وليداتي، وخيزو حتى هما كيبغيوش ياكلوه، كياكلوه خضر. ولكن هنايا درتو يعني قليل، اللي يعني نقدروا ناكلوه غير حنا واخا ما ياكلوهش هما. درت ليهم بطاطا اللي هي محبوبه الجماهير، كلشي كيحماق عليها. انا هنايا عندي دجاجه كانت في المجمد وجبتها عندي ديجا مشرمله، وسبق لي شاركت معكم الطريقه ديال الشرموله ديال الدجاج، فهي كتجي غزاله وكنشرملو ونديرو في المجمد، وملي كنحتاجو كنجبدو كيكون شارب الشرموله ديالو. يعني ماشي بالضروره الا كنا مزروبين ماشي بالضروره اني نتسنى الدجاجه حتى تطلق ونشرملها، ولكن هنايا غادي نزيد ليها شويه من هاد الشرموله هذه باش كتزيد تنسم اكثر وتعطي ديك البنه ديال هاد التشرميله حتى في هذيك الدجاجه. صافي، من بعد ما غادي ندهنها كامله غادي نحاول نعمرها بهذيك الفيرميسيل اللي حتى هي من بعد ما رقتها في المطايب قطعتها لطريفات رقاق. تقدروا تخليوها هكاك، انا كنفضل اني نقطعها باش كتجي سهله حتى في الاكل. وشرملتها بهذيك الشرموله اللي بقات ليا. صافي، وعمرت بها هذيك الدجيجه. والشيء الاخر اللي بقى راني درته في الكسكاس ودرته من فوق منه الخضيره. وصافي درتها على النار اللي كانت مهيله
في الاول درتها حتى طاب ليا الماء اللي غادي يتفور فيه هاد الدجاجه، ومن بعد نقصت البوطه باش هكذا طيب ليا على خاطرها وما يعني الماء ما ينشفش ليا. واي حاجه من طبيعه الحال كطيب على المهل فهي كتكون افضل وكتجي بنينه اكثر وكتشرب الشرموله على خاطرها. دائما الحاجه اللي كطيب بلاتي عليها كنلاحظوا داك الفرق في المذاق، واخا كتاخذ معنا شويه ديال الوقت، ولكن يعني الا كنا مسالين ما فيها باس نديروها بكري ونخليوها طيب على خاطرها. من بعد ما ساليت الطياب ديالي فاكيد الكوزينه غاديه تولي بهذا الشكل هذا، كلها مقلوبه وكلها مرونه. فدزت باش نحاول يعني نفينيها باش هكذا نقدر نكون مرتاحه فيها اكثر الا احتاجيت ندير شي حاجه. اول حاجه كيف ما عارفين كنظن راكم عرفتوا الطريقه ديالي، كنحاول نحيد جميع الازبال اللي كاينه في لافابو اللي قديت بها يعني شي شغيل ولا شي حاجه، كنحاول نجمعها اعزكم الله في كيس ديال القمامه، وهكذا كيبقاو ليا غير المعينات نقيقين كنوصلهم على خاطري ما كياخذوش ليا وقت، وحتى انا كنكون مرتاحه وانا كنغسلهم. من طبيعه الحال هذا الشيء هذا ما عندنا منه هروب، ضروري من وسخنا شي حاجه غادي نغسلوها، ما عندنا ما نديرو، الله يجعلها في الميزان. البنات هذه هي الطبيله المتواضعه ديالي. هنايا الكيكه راه بناتي ما صبروش عليها، ضروري ما ينقبوا منها واحد شويه. هذه هي الطبيله ديالي ديال الفطور، نتمنى تكون عجباتكم ونالت استحسانكم وبالصحه فطوركم. وكذلك ما نساوش راسنا من طبيعه الحال مور الفطور مني كنعسوا الوليدات وكنجمعوا الدنيا وكنقادوها، نحاولوا كذلك نستمتعوا بهذيك الوقيته اللي كتبقى. هنايا كيف ما قلت لكم انا اتاي لا استغني عليه، ضروري خاصني في النهار نشرب شي كويس ديال اتاي، وما كاينش ما احسن ما تشربيه من الوليدات ناسين في بلاصتهم، الدنيا مجموعه كلشي مهدن، الراحه النفسيه التامه كتكون. نستغلوا هذيك الوقيته ونستمتعوا بوقتنا. هنايا وجدت جوج ديال الكويسات وجوج ديال الطبيصلات اللي فيهم شويه ديال السقاطه. حاولنا هكذا نستمتعوا بهذيك الوقيته اللي كتبقى. انا والزوج ديالي حضرت هاد جوج ديال الكويسات ديال اتاي وحطيناهم هكذا وفي الطبيله ديالنا. كيف ما كنقولوا حديث ومغزل. تهاودنا شويه، هضرنا شويه في بزاف ديال الامور، تناقشنا شويه، ومن طبيعه الحال معنا الكويس ديال اتاي ديالنا. نتمنى كذلك اليوم يكون عجبكم وخرجتوا منه بشي حاجه اللي تفيدكم و تسهل عليكم حياتكم اليوميه، واخا غير شي حويجه اللي بسيطه. نتمنى تواصلوا معايا في التعاليق وتقولوا لي الحويجات اللي كيعجبوكم في القناه والحويجات اللي ما كيعجبوكمش. كيف ما كنقول لكم دائما انا شخصيا كيعجبني نعرف المحتوى ديالي واش كاينه لاستحسانكم ولا لا، باش هكذا الا كان يعني شي حويجه اللي نقدر نبدلها فعلاش لا نقدر نحسن من هذا المحتوى باش ينال اعجابكم. وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم، شكرا على التعاليق اللي كلها ايجابيه.
لهلا يخطيكم عليا. نتمنى تستمتعوا بالفيديو ديال اليوم. بغيت نوريكم هنايا وليداتي شنو داروا ليا في الطبله. الصراحه ضيعوها لي كامله. كي تكون هكذا بنتي كبيره كتكتب والاخرين كياخذوا ليها ستيلو ويبقاو يحاولوا حتى هما زعما يكتبوا في الطابله. هادو هما الوليدات، ما عندنا ما نديرو. الله يرزقنا الصبر معاهم ويجعل كاع تعاملنا معاهم في ميزان حسناتنا يا ربي. بسلامة عليكم، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال استحسانكم.